انت بتركبني يعني على رأي محمد عبد العاطي انا في الزمكان. انا ممكن افضل ارجع بظهري لحد ما ارجع بالزمن، ممكن تفضل ترجع بظهرك لحد ما ترجع تبقى لاقي نفسك في الابتدائي مثلا. يعني قول لي ايه اللي انا هخبط فيه. بصوا كده يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الاحوال؟ شايفين العربيه عامله ازاي؟ مليانه تراب. بقالي 3 ايام ما اتحركتش لعده اسباب والله. انا نازل بس ايه اسخن العربيه عشان البطاريه ما تنامش. حلو والله الاضاءات الجديده دي. انتوا برضه مش شايفين حاجه بس هي حلوه. بقالي 3 ايام ما اتحركتش بالعربيه. اولا لان موسم المدارس ابتدى، والعيال بتوع المدارس دول بيبقوا ايه مؤذيين لله كده، يعني تربيه وسخه تربيه وسخه. الشغل عندي فيه جنبه مدرسه. يعني ايه يا عم عمرو؟ انا حبيب قلبي عايز اوريكم حاجه، عايز اوريكم الغطا. عندي ابديت على الغطا. قبل حكايه المدرسه خلونا نعمل ابديت على الغطا. الغطا ده انا كنت ركبته معاكم في فيديو، رايي فيه انه ممتاز رائع. انا ركبت له الجوان. شاف الفيديو بتاع الغطا هيشوف جوان كده كنت انا جايبه، كان راكب في الغطا القديم جوان واحد من ال3 جوانات، جوان واحد. الجوان التالت 3 جوانات للغطا علشان ما يسربش من الزور ويوقع لي الميه، واجي ابص الاقي الميه ايه، الاقي الميه واقعه وقع من العربيه، الميه بتقع من الريداتير. فانا ركبته في الغطا ده عشان يحكم الدوره، وحكم الدوره ممتاز 10 على 10. فهاتوه. الشرط ان انت تحتاج جوان. انا احتجت جوان عشان الزور، مع ان انا كنت يعني حاولت اظبطه بالبنسه، بس هو واضح انه انا الزور عندي محتاج جوان علشان ما يسربش لما الغطا يفتح. فيما عدا ذلك الغطا ده ممتاز ممتاز ممتاز، وبيحكم الضغط و10 على 10، ومع الجوان ما بيسربش الميه. تمام. ده بالنسبه للغطا. اصور بس العربيه واقول لكم انا ليه ما بروحش بيها الشغل. ليه بقى ما بروحش بالعربيه الشغل؟ للاسف الشديد احنا المدارس بدات، وانا عندي جنب الشغل مدرسه. يعني ايه يا عم عمرو الكلام ده؟ يعني العيال الاندال ولاد الاندال ما بيسيبوش العربيات اللي واقفه في حالها، يخربشوا لك العربيه، يقطعوا لك الغطا، يخرموا لك الكاوتش، اي حاجه كده اذى وخلاص. طبعا الكلام ده الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب ما حصل لي شيء، بس بيحصل لزمايلي اللي هو ايه اللي يلاقي البربريز بتاعه مكسور، اللي يلاقي العربيه متاخده له بمسمار من غير سبب. طبعا يعني العيال اكيد ما يعرفوش زمايلي، وما اكيد يعني الناس مش ما عملولهمش حاجه، يعني فاهمين ازاي؟ انما هي ايه تربيه وسخ، تربيه وسخ. يعني حتى انا هنا انا راكن العربيه هنا قدام البيت اهو. تعالوا كده اما اوريكم حاجه لسه انا حالا شايفها وانا جاي. عيال بتجري بينطوا فوق العربيات، ما تفهمش ايه اللي هم عملوه. العربيه اللي واقفه ورايا الله يكون في عون صاحبها، تويوتا كرولا. شايفين الخبطه دي؟ الخبطه اللي انتوا شايفينها دي خبطها عيل. طب انت يعني استفدت؟ انا مثلا اهو القطعه اللي في الكفر دي، القطعه ديت انا كنت لازقها بلزق. تمام. انا كنت لازقها بلزق عادي، يعني علشان بس ايه الميه ما تدخلش لما الدنيا تشتري، الميه ما تدخلش الى العربيه. وبمناسبه القطعه دي ما قطعها حد، يعني هي ما قطعتش نفسها، او انا مثلا مش شاري الكفر قطع نفسه يعني، لا القطعه دي قطعها حد. شايفين يا جماعه القطعه دي كبيره بالمناسبه. ايه بقى قصه القطعه دي؟ اهي القطعه دي يا جماعه واحد قطعها بايده برضه. ايه السبب؟ عدى كده لقى الغطا، انا هقطع الغطا ده. وعند الله تجتمع الخصوم. تخيل انت كده لما تيجي يوم القيامه وانا اقول لك انا عايز غطا العربيه، هتعمل ايه بقى ساعتها؟ وانا فيها طبع الحقيقه مش حلو، بس هو فيا انا ربنا خلقني كده ان انا ما بسامحش. انا الحاجه اللي بتخصني ما بسامحش فيها. يعني انت قطعت الغطا، انا يوم القيامه هطلب منك غطا، هتعمل ايه بقى ساعتها؟ عندك مصيبه، عندك مصيبه ملهاش حل، ان انا هطلب منك يوم القيامه غطا. وعند الله تجتمع الخصوم. تخيل لما هي تبقى دي الخصوم، تخيل لما تبقى دي الخصوم، ان انت تيجي يوم القيامه اقول لك انا عايز الغطا. مش انت قطعت الغطا؟ انا عايز الغطا. مش انا كنت لازق اللزقه وانت شلتها؟ انا عايز اللزقه بقى اللي انت شلتها، حقي. ومش عايز حسنات، انا مش عايز حسنات، انا عايز الغطا وعايز اللزقه. ربوا عيالكم يا جماعه، ربوا عيالكم. يعني العيال اللي خبطوا العربيه الكورولا دي، العربيه دي ثمنها النهارده ما يقلش عن 1.4 مليون يعني. الخبطه اللي انتوا خبطينها في الكبوت دي ليه؟ يعني خبطه زي دي ليه خبطه زي ديت؟ وعلى فكره دي مش خبطه عربيه ولا بتاع، لان بتاع الفبر سليم هنا. لان شوف ده جوه اصلا، لو هي حاجه خبطت اتخبطت ده كله قبل ما توصل لدي. فهم العيال خبطوها ليه بقى؟ مش عارف يعني ليه؟ طبعا حد يقول لي ما مسكتهمش ليه؟ هو انا لحقتهم يا ابني؟ انا جايب بالعجله وشايف العيال بتجري وبتقول الولا خبط العربيه، وعيال صغير. ليه؟
ليه تيجي يوم القيامه انت ولا اهلك على حاجه زي دي؟ ليه؟ وبعدين بتترد، خلوا بالكم ان الحاجات دي بتترد في الدنيا. يعني هتيجي بعربيه وتترد لك، وهي الدنيا سلف ودين. ليه؟ انا مش معنى كده ان انا قطع، والله عمري ما اعتديت على حاجه ما تخصنيش بقى، دي بتبقى ابتلاءات اهو، لانه وعند الله تجتمع الخصوم عادي. مش شرط طبعا ان واحد حصل له كده يبقى عامل كده وهو صغير يعني، بس ليه؟ ربوا عيالكم يا جماعه، ربوا عيالكم. يعني انت دلوقتي اتجوزت وخلفت، طب ما تربي، كمل جميلك بقى وربي، معلش حاجه متعبه بس مهمه، ربي. عيل العربيه منها ايه، ما عدتش بركنها في الارض وبقيت مضطر ان انا اركنها على الرصيف، فعيل مؤذي شال اللزق، هو اعصابه تحكت، البيضه نزلت، وخد من ده كتير بقى من التربيه الوسخه دي. فانا بقى دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي انا هقوم جاي حاطط حته اللزقه دي على الغطا من جوه، تمام، بحيث انها برضو ايه لما الدنيا تشتي تمنع الميه، وهبقى الزق عليها بقى سولوتيب كده من بره، وهيتشال برضو. العربيه راكنه على الرصيف هيتشال. هو اصلا ايه سبب ان انا بركن العربيه على الرصيف؟ انا كنت بركن العربيه في الارض العملاقه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وحصلت حاجه. الارض دي كبيره جدا بالمناسبه، كبيره يعني، كبيره قوي. حصلت حاجه لذيذه جدا بقى. ايه هي؟ ايه بقى اللي حصل يا عم عمرو؟ اللي حصل انه يوم السبت اللي فات راجع من الشغل في امان الله، وما كانش معايا العربيه لنفس السبب بتاع بدايه المدارس. فلقيت الجامع بينده الناس اللي راكنين عربياتها في الارض، يا جماعه شيلوا عربياتكم. طيب ماشي، عربياتنا خير اللهم اجعله خير، ما نروح يا عم نشيل العربيه. شلت العربيه واللهم لك الحمد ان انا ميعاد رجوعي كان هو الميعاد اللي بداوا يشتغلوا فيه، لان هم حفروا الارض. انا هحط لكم صور، وقفلوا المدخل بسور وبتاع، بحيث ان هم اللي جوه الارض يتحبس، يعني يدور له بقى على اي حته اي داهيه يخرج منها. فالحمد لله والشكر لله انه ايه كان لحق يشيل عربيته، ولحق يلاقي ان انا الاقي ركنه جنب البيت، لانه الدنيا مدروسه، مفيش صفتين يمين وشمال، مفيش، وشارع زي ده ما تنفعش تقف فيه صف تاني. اولا هو ما ينفعش، انت هتوقف، لو وقفت صف تاني هتوقف المرور. ثانيا العربيه هتتدغدغ، ما هو 100% هيجي واحد بتاع توك توك مخدر، يعني 100% هيحصل اي حاجه، فما ينفعش ان انت تقف صف تاني في جميع الحالات يعني. فاللهم لك الحمد والشكر ان انا لقيت ركنه. ايه القصه بقى الظريفه؟ انه من يجي شهر كده ولا حاجه، الارض دي يعني العملاقه دي بتاعت المهندس محمود الشامي ابن الحاج عبد السميع الشامي الله يرحمه، فاللي ده عضو مجلس الشعب. المهم من شهر كده ولا اكتر ظهر 2 سياس واقفين على مدخل الارض. انا عموما ما بيبقاش عندي مشكله مع السياس على فكره، وما بحاولش ان انا اهرب منهم، وبديهم يعني اولا بديهم لوجه الله، ثانيا يا اخي هو ممكن يساعدك في ركنه في مكان زحمه وزكا، يعني اصل 5 جنيه مش فلوس يعني، فاهميني ازاي؟ عادي انا بديهم بصراحه. انت كده يا عمرو بتشجعه يا حبيب قلبي. بص هو بيركنني في مكان زحمه، السايس في مكان زحمه لا له لازمه، بيركنك، بيساعدك، بيخرجك من، يعني له لازمه. حتى مجرد حتى وقوفه يصد العربيات له لازمه، ولو قاعد وبياخد باله من العربيات وبتاع برضه له لازمه. انتوا فاهميني ازاي؟ المشكله بقى فين؟ المشكله في السياسه اللي كانوا هنا في الارض، اللي هو انت يعني انت بتركنني، يعني على راي محمد عبد العاطي انا في الزمكان، انا ممكن افضل ارجع بظهري لحد ما ارجع بالزمن، ممكن تفضل ترجع بظهرك لحد ما ترجع تبقى لاقي نفسك في الابتدائي مثلا. يعني قول لي ايه اللي انا هخبط فيه؟ بصوا كده يا جماعه، قول لي كده في ارض زي دي ايه الحاجه اللي انا احتمال اخبط فيها؟ ايه بقى احتمال اخبط في ايه بقى؟ الحاجه الوحيده اللي انا احتمال اخبط فيها ان يطلع لي ثعلب او اديب مثلا، مفيش، هتخبط في ايه؟ فانتوا لازمه ابوكوا ايه؟ مالكوش لازمه. فانا عندي تخمين، الارض دي بقى لها سنين الناس بتركب فيها ببلاش، فانا عندي تخمين ان المهندس محمود جه شافهم قال لهم يا اولاد واقفين في الارض بتاعتي وشغالين سياس، وحاطط لي كرسي رابطه في العمود، وبتركنوا وبتاخدوا من الناس فلوس. حاضر. جيت انا بقى لقيتهم غير اللي هم عاملينه في الارض، جايبين الكرسي اللي هم كانوا بيقعدوا عليه اللي كانوا رابطينه في العمود بجنزير، طبعا كاسرين الجنزير واخدين الكرسي مولعين فيه. انا هحط لكم الصوره. سبحان الله 2 سياس ظهروا، لو كانوا بيتخانقوا مع بعض حاجه لذيذه يعني انتوا واقفين في مكان ملوش لازمه، وانتوا مالكوش لازمه، وما بتركنوش حد. اصل انت هتساعد واحد يركن هنا ازاي؟ قول لي كده يعني. ارض بالمساحه دي، انت واحد رايح يركن، قول لي بقى ايه المساعده اللي انت هتقدمها له علشان يركن؟ احنا حرفيا واقفين في اللا زمن، يعني حرفيا يعني ترجع بظهرك لحد ما تبقى في الابتدائي. بتساعده في ايه؟ مفيش حاجه تساعده فيها. فواضح كده ان منظرهم استفزه،
المهندس محمود اجر الارض لحد هيعملها، ده اللي انا عرفته، ان هو يعملها جراج. اما نشوف يعني ايه اللي هيحصل وهتتعمل امتى وبتاع. لكن بقى الارض دلوقتي قاعد فيها حد بيحرسها، برضه مش عارف بيحرسها من ايه. هو بقى اصلا ما انتوا قافلين مداخل الارض، والحته اللي قدام دي، اللي قدام العربيات اللي راكنه دي اصلا محفوره، مفيش حد يعني يعرف يركن فيها. انما قصه السويس دي كانت قصه ظريفه جدا يعني. كل واحد يشوفهم يضرب كف على كف. بتركنوا الناس فين يا اولاد الذين انتوا؟ فين انت بتعمل ايه؟ وفي النهايه وقفتهم الجميله كان نتيجتها في الغالب انهم استفزوا المهندس محمود. فالمهندس محمود قال لك يلا يا عم ما نأجر بقى الارض دي. ده طبعا ده تخمين يعني، انا ما اعرفش المهندس محمود، بعرفها شخصيه، وده مجرد تخمين يعني، دعابه يعني الكلام ده لا يؤخذ محمل الجد يعني. انا بهزر يعني، مش بهزر في حكايه السويس، حكايه السويس حقيقيه. لكن القصه بقى اللي هي ايه، ان هم استفزوه بتاع، ده مجرد تخمين طبعا يعني، لسبب ان الارض موجوده بقى لها سنين كتير يعني، من قبل حتى ما نسكن هنا والناس بتركب فيها يعني، مش موجوده امبارح. وبعدين الارض دي حتى هي دي اللي بيصلوا فيها صلاه العيد. فاهمين قصدي ازاي؟ بس كده خلاص سخنا العربيه، نقفل ونلزق اللزقه ونتوكل على الله. ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانيه. سلام عليكم.